شجر الأراك أراك تزهو مورقا عودا فما لك مورقا لا تجزع. أيروق عينا منزل بك رائق ومنازل التنزيل قفر بل والدين قوض أهله فمحله دسر وشتت شمله المتجمع لله أقمار أفلن بكربلاء ولا بيثرب والمحصب مطلع. أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت أضبات يثرب والمقام الأرفع طف بي على مغنى الطفوف وقل له مستعبرا أعلمت من بك مودع فيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع مولا بتربة الشفاء وتحت قبة الدعاء من كل داع يسمع فيك الذي أشجى البتول ونجلها وله النبي وصنوه متفجع فحياة أصحاب الكساء حياته وبيوم مصرعي جميعا صرعوا ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب السبط منه أفظع دمه يباح ورأسه فوق الرماح وشلوه بشبى الصفاح موزع له في لآله كلما دمعت لها عينون بأطراف الأسنة تقرع تدمج بها وتضرم فوقها أبياتها ويماط عنها الملفع يقول السيد ابن طاووس وتسابق القوم على نهب بيوت آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول فخرجنا بنات رسول الله وحريمه يتساعدن على البكاء ويندبن لفراق الحماة والأحبة. قال حميد بن مسلم ورأيت امرأة من بني بكر بن وائل كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد فلما رأت القوم قد اقتحموا على نساء الحسين في فضاتهن وهم يسلبوهن أخذت سيفا وأقبلت نحو الفضات
وقالت يا آل بكر بن وائل أتسلب بنات رسول الله؟ لا حكم إلا لله يا لثارات رسول الله. فأخذها زوجها وردها إلى رحله، ثم أخرجوا النساء من الخيام وأشعلوا فيها النار، فخرجن حواسر مسلبات حافيات باكيات، فقلن للأعداء بحق الله إلا ما مررتم بنا على مصرع الحسين، فمروا بهن على المصاريع، فلما نظرت النسوة إلى القتلى صحن وضربن وجوههن، مروا بهن على القتلى مطرحتين ما بين منعفر في جايا بمصطلمي، ومذ رأت زينب جسماي الحسين على بوغى خضيبا بدم النايحر واللممي، نادت إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضودا، ودعتك الله يا عيوني، خويا يردون عنك ياخذوني، زجري وخولا لي باروني، انا نخيت اخوتي وما جاوبوني، يا اهل الحمية ما تجوني، من ايد الاحد تخلصوني. يقول الراوي فوالله لا انسى زينب بنت علي وهي تندب اخاها وتنادي بصوت حزين وقلب كئيب، يا جده يا محمدا صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين مزمل بالدماء مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى، وإلى محمد المصطفى، وإلى علي المرتضى، وإلى فاطمة الزهراء، وإلى حمزة سيد الشهداء، ومحمدا هذا حسين محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهبا، بأبي من في الساط مقطع العرى، بأبي من لا هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى، بأبي من ردت له الشمس حتى صلى فأبكت والله كل عدو وصديق. ثم إن سكينة سألت من عمتها لمن تخاطبين، فأجابتها أخاطب أباك الحسين، فألقت بنفسها من محملها إلى جسد أبيها واعتنقت جثتها منادي يا والدي والله عظيم أنا صير من دغري يتيمة، مويا والناح من عقبك لجيمة، فأبكت جميع الأعداء. قال ابن سعد نحوها من على جسد أبيها
فاجتمع عليها عدة من الأعراب فجروها من على جسد أبيها، قامت والدموع جارية وكأن بها نادت مويا برضاك لو رغم عليا، أنا يجرني العدو من بين يديك، أصرخ ودير العان ليا، وادري بحميتك ما تخليك معذور يا الحز ورديك. يقول الراوي ثم إن عمر بن سعد بعث برأس الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء مع خول بن يزيد الأصبحي وحميد بن مسلم الأزدي إلى عبيد الله بن زياد، وأمر برؤوس الباقين من أصحابه وأهل بيته فقطعت وسرح بها مع شمر بن ذي الجوشن وقيس بن الأشعث وعمر بن الحجاج، فأقبلوا حتى قدموا بها إلى الكوفة. ثم سار ابن سعد بمن تخلف من عيال الحسين وحمل نساءه على أحلاس أقتاب الجمال، وهن ودائع الأنبياء وساقوهن كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم. وروي أن رؤوس أصحاب أبي عبد الله كانت 78 رأسا، فاقتسمتها القبائل لتتقرب إلى ابن زياد وإلى يزيد، فجاءت كندة ب13 رأسا وصاحبهم قيس بن الأشعث، وجاءت هوازن ب12 رأسا وصاحبهم شبر بن ذي الجوشن، وجاءت تميم ب17 رأسا، وجاء بنو أسد ب16 رأسا، وجاءت مذحج ب7 رؤوس، وجاء سائر الناس ب13 رأسا. ولما انفصل ابن سعد عن كربلاء خرج قوم من بني أسد وصلوا على تلك الجثث الطوائر الزواكي ودفنوها على ما هي الآن عليه. وسار ابن سعد بالسبايا المشار إليهم، فلما قاربوا الكوفة اجتمع أهلها للنظر إليهم. قال فأشرفت امرأة من الكوفيات وقالت من أي الأسارى أنتن؟ فأجابتها بنات علي نحن أسارى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت من سطحها فجمعت لهن ملأ وأزر ومقانع فأعطتهن، وقد غصت الطرقات في وجوه أهل البيت، وكأني بالعقيل نادت شمال الناس تتفرج علينا. عمت عين اليصيد بالعين لينا، يختل قال لن غايب ولينا، وراس على الرموح لينا يتفكر. قال بشير بن خزيم الأسدي فجعل أهل الكوفة ينوحون ويبكون، فقال علي بن الحسين
أتنوحون وتبكون من أجلنا فمن الذي قتلنا؟ ونظرت إلى زينب بنت علي يومئذ ولم أر خفرة أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين، وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا، فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس، ثم قالت الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين. أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدر والمكر، أتبكون فلا رقعت الدمع ولا هدأت الرن أو الزفرة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعى على دمنة أو كفضة على ملحود، ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم، أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. أتبكون وتنتحبون إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا، وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة وملاذ حيرتكم ومفزع نازلتكم ومنار حجتكم ومدرى سنتكم. ألا ساء ما تزرون وبعدا لكم وسحقا، فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة، وبعتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة. ويلكم يا أهل الكوفة، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي دم له سفكتم، وأي حرمة له انتهكتم، وأي كريمة له أبرزتم. لقد جئتم بها صلعاء عنقاء سوءاء فقماء خرقاء شواك طلاع الأرض وملء السماء، أفعجبتم أم مطرت السماء دما، ولعذاب الله أخزى وأنتم لا تنصرون. فلا يستخفنكم المال فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار، وإن ربكم لبالمرصاد. فرأيت الناس حيارى يبكون وقد وضعوا أيديهم في أفواههم، ورأيت شيخا إلى جنبي يبكي قد بل لحيته بدموع عيني وهو يقول بأبي أنتم وأمي شبابكم خير الشباب، وكهولكم خير الكهول، ونساؤكم خير النساء، ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى. وخطبت بعدها فاطمة الصغرى وكان لها من العمر 11 سنة، فأبكت جميع من حضر، فقالت الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى، أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات. اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذب أو أن أقول عليك خلاف ما أنزلت عليه من أخذ العهود لوصيه علي بن أبي طالب المسلوب حق المقتول من غير ذنب، كما قتل ولده بالأمس في بيت من بيوت الله فيه معشر مسلمة بألسنتهم تعسا لرؤوسهم ما دفعت عنه ضيما في حياته ولا عند مماته، حتى قبضته إليك محمودا نقيبا طيب العريكة معروف المناقب مشهور المذاهب، لم تأخذه اللهم فيك لومة لائم ولا عدل عادل، هديته اللهم للإسلام صغيرا وحمدت مناقبه كبيرا، ولم يزل ناصحا لك ولرسولك حتى قبضته إليك، زاهدا في الدنيا غير حريص عليها، راغبا في الآخرة مجاهدا لك في سبيلك، رضيته فهديته إلى صراط مستقيم. أما بعد يا أهل الكوفة، يا أهل المكر والغدر والخيلاء، فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا، فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا، فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه وحكمته وحجته على الأرض في بلاده لعباده. وأكرمنا الله بكرامته وفضلنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم على كثير ممن خلق تفضيلا بينا، فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا كأننا أولاد ترك أو كابل، كما قتلتم جدنا بالأمس وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت، لحقد متقدم قرت لذلك عيونكم وفرحت قلوبكم افتراء على الله ومكرا مكرتم، والله خير الماكرين. فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دمائنا ونالت أيديكم من أموالنا، فإنما أصابنا من المصائب الجليلة والرزء العظيم في كتاب من قبل أن نبرأ، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. تبا لكم فانتظروا اللعنة والعذاب، فكأن قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات، فيسحتكم بعذاب ويذيق بعضكم بأس بعض، ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا، ألا لعنة الله على الظالمين. ويلكم أتدرون أية يد طعنتنا منكم وأية نفس نزعت إلى قتالنا، أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا
والله قست قلوبكم وغلظت أكبادكم وطبع على أفئدتكم وختم على سمعكم وبصركم وسول لكم الشيطان وأملى لكم وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون. فتبا لكم يا أهل الكوفة أي ترات لرسول الله قبلكم وذحول له لديكم بما عنتم بأخيه علي بن أبي طالب عليه السلام جد بنيه وعترته الطيبين الأخيار. وافتخر بذلك مفتخر فقال نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماح وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم فأي نطاح بفيك أيها القائل الكذكس والأسلب افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وطهرهم وأذهب عنهم الرجس فاكظم وقعك ما أقعى أبوك فإنما لكل امرئ ما كسبت وما قدمت يداه. أحسدتمونا ويلا لكم على ما فضلنا الله تعالى به فما ذنبنا إن جاش دهرا بحورنا وبحرك ساج ما يواري الدعامصا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب وقالوا حسبك يا ابنة الطيبين فقد أحرقت قلوبنا وأنضجت نحورنا وأضرمت أجوافنا. فسكتت وخطبت أم كلثوم بنت علي عليهما السلام في ذلك اليوم من وراء كلتها رافعة صوتها بالبكاء فقالت يا أهل الكوفة سواة لكم ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه وانتهبتم أمواله وورثتموه وسبيتم نساءه ونكبتموه فتبا لكم وسحقا ويلكم. أتدرون أي دواء داتكم وأي وزر على ظهوركم حملتم وأي دماء سفكتموها وأي كريمة أصبتموها وأي صبية سلبتموها وأي أموال اغتابتموها. قتلتم خير رجالات بعد النبي ونزعت الرحمة من قلوبكم. ألا إن حزب الله هم المفلحون وحزب الشيطان هم الخاسرون. قتلتم أخي ظلما فويل لأمكم ستجزون نارا حرها يتوقد. سفكتم دماء حرم الله سفكها وحرمها القرآن ثم محمد. فضج الناس بالبكاء والنحيب ونشرت النساء شعورهن ووضعن التراب على رؤوسهن وخمشن وجوههن ولطمن خدودهن ودعون بالويل والثبور وبكى الرجال فلم ير باك وباكية أكثر من ذلك اليوم. ثم إن زين العابدين عليه السلام أومأ إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا فقام قائما فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى عليه
فقال أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي. أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. أنا ابن من انتهكت حرمته وسلبت نعمته وانتهب ماله وسبي عياله. أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا تراد. أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا. أيها الناس ناشدتكم الله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيع وقاتلتموه، فتبا لما قدمتم لأنفسكم وسوءة لرأيكم بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي. فارتفعت الأصوات من كل ناحية، وقال بعضهم لبعض هلكتم وما تعلمون. فقال عليه السلام رحم الله امرأ قبل نصيحتي وحفظ وصيتي في الله وفي رسوله وأهل بيته، فإن لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. فقالوا بأجمعهم نحن كلنا يا ابن رسول الله سامعون مطيعون حافظون لذمامك، غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك، فمرنا بأمرك يرحمك الله، فإنا حرب لحربك وسلم لسلمك. لنأخذن يزيد ونبرأ منه وممن ظلمك وظلمنا. فقال عليه السلام هيهات هيهات أيتها الغدرة المكره، حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى أبي من قبل؟ كلا ورب الراقصات، فإن الجرح لما يندمل قتل أبي صلوات الله عليه بالأمس وأهل بيته معه، ولم ينسني ثكل رسول الله وثكل أبي وبني أبي، وجده والله بين لهاتي ومرارته بين حناجري، وحلقي وغصصه تجري في فراش صدري، ومسألتي أن تكونوا لا لنا ولا علينا. ثم قال لا غر وإن قتل الحسين فشيخه قد كان خيرا من حسين وأكرما، فلا تفرحوا يا أهل كوفة أنا بالذي أصيب حسين كان ذلك أعظما، قتيل بشط النهر روحي فداؤه جزاء الذي أرداه نار جهنم. ثم قال عليه السلام رضينا منكم رأسا برأس فلا لنا ولا علينا. قال الراوي ثم إن ابن زياد جلس في القصر للناس وأذن إذنا عاما، وجيء برأس الحسين فوضع بين يداه، فجعل ينظر إليه ويتبسم، وكان في يده سوط فجعل يضرب به ثناياه ويقول إنه كان حسن الثغر. ثم قال لقد أسرع الشيب إليك أبا عبد الله، يوم بيومه بدر
وكان عنده أنس بن مالك فبكى وقال كان أشبههم برسول الله، وكان مخضوبا بالوسمة. وكان إلى جانبه زيد بن أرقم صاحب رسول الله وهو شيخ كبير، فلما رآه يضرب ثناياه قال له ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله ما لا أحصيه كثرة يقبلهما. ثم انتحب باكيا، فقال له ابن زياد أبكى الله عينك أتبكي لفتح الله؟ لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك. فنهض زيد بن أرقم من بين يديه وهو يقول أيها الناس أنتم العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجان، والله ليقتلن خياركم وليستعبدن شراركم، فبعدا لمن رضي بالذل والعار. ثم قال يا ابن زياد لأحدثنك أغلظ عليك من هذا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقعد حسنا على فخذه اليمنى وحسينا على فخذه اليسرى، ثم وضع يده على يافوخيهما ثم قال اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين. فكيف كانت وديعة رسول الله صلى الله عليه وآله عندك يا ابن زياد؟ وأدخل نساء الحسين وصبيانه إلى مجلس ابن زياد، فجلست زينب بنت علي متنكرة فسأل عنها فقيل هذه زينب ابنة علي، فأقبل عليها فقال الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. فقال ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ فقالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج. ذكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجانة. قال الراوي فغضب ابن زياد وكأنه هم بها، فقال له عمرو بن حريث إنها امرأة والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها. فقال لها ابن زياد لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردى من آل بيتك. فقالت لعمري لقد قتلت كالي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي، فإن كان هذا شفاك فقد اشتفيت. فقال ابن زياد هذه سجاعة، ولعمري لقد كان أبوك شاعرا سجاعا. فقالت يا ابن زياد ما للمرأة والسجاعة؟ إن لي عن السجاعة لشغلا ولكن نفث صدري بما قلت. ثم التفت ابن زياد إلى علي بن الحسين عليهما السلام فقال من هذا؟ فقال علي بن الحسين. فقال أليس قد قتل الله عليا؟
فقال علي عليه السلام: كان لي أخ يقال له علي بن الحسين قتله الناس. فقال: بل قتله الله. فقال علي عليه السلام: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فقال ابن زياد: أولك جرأة على رد جوابي؟ خذوه فاضربوا عنقه. فسمعت به عمته زينب فتعلقت به فقالت: يا ابن زياد، حسبك ما أبدت من دمائنا، إنك لم تبق منا أحدا، فإن كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله، وأنا اليوم لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقى أرجوه ذو رحمي، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي، أنا بقيت محيرة واخفج بلدي، لا عباس يبرالي ولا حتيم يزجروني من ابكي وتدمع العين، وتبقى يا عبرتي بصدر تكسر. فقال علي بن الحسين لعمته: اسكتي يا عم حتى أكلمه. ثم أقبل على ابن زياد فقال: أبي القتل تهددني يا ابن زياد؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة؟ ثم أمر ابن زياد بعلي بن الحسين فحمل إلى داره إلى جنب المسجد الأعظم. فقالت زينب بنت علي: لا تدخلن علينا عربية إلا أم ولد أو مملوكة، فإنهن سبين كما سبينا. ثم أمر ابن زياد برأس الحسين فطيف به في سكك الكوفة وشوارعها. ثم إن ابن زياد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال في بعض كلامه: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر الأمير يزيد وأشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. فما زاد على هذا الكلام شيئا حتى قام إليه عبد الله بن عفيف الأزدي، وكان من خيار الشيعة وزهادها، وكانت عينه اليسرى قد ذهبت في يوم الجمل والأخرى في يوم صفين، وكان يلازم المسجد الأعظم يصلي فيه إلى الليل. فقال: يا ابن مرجانة، إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوك، يا عدو الله أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ فغضب ابن زياد وقال: من هذا المتكلم؟ فقال: أنا المتكلم يا عدو الله.
أتقتل الذرية الطاهرة التي قد أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا، وتزعم أنك على دين الإسلام. وغوثاه أين أولاد المهاجرين والأنصار ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان محمد رسول رب العالمين. قال فازداد غضب ابن زياد حتى انتفخت أوداجه وقال علي به، فتبادرت إليه الجلاوزة من كل ناحية ليأخذوه، فقامت الأشراف من بني عمه فخلصوه من أيدي الجلاوزة وأخرجوه من باب المسجد وانطلقوا به إلى منزله. فقال ابن زياد اذهبوا إلى هذا الأعمى أعمى الأز، أعمى الله قلبه كما أعمى عينيه، فأتوني به. فانطلقوا إليه، فلما بلغ ذلك الأز اجتمعوا واجتمعت معهم قبائل اليمن ليمنعوا عن صاحبهم. وبلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مضر وضمهم إلى محمد بن الأشعث وأمره بقتال القوم، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى قتل منهم جماعة. قال ووصل أصحاب ابن زياد إلى دار عبد الله بن عفيف فكسروا الباب واقتحموا عليه، فصاحت ابنته أتاك القوم من حيث تحذر، فقال لا عليك ناوليني سيفي، فناولته السيف فجعل يذب عن نفسه ويقول أنا ابن ذي الفضل عفيف الطاهري، عفيف شيخي وابن عامري، كم دارع من جمعكم وحاسري، وبطل جدلته مغادري. فجعلت ابنته تقول يا أبتاه ليتني كنت رجلا أخاصم بين يديك اليوم هؤلاء الفجرة قاتل العترة البررة. وجعل القوم يدورون عليه من كل جهة وهو يذب عن نفسه فلم يقدر عليه أحد، وكلما جاءه من جهة قالت يا أبتي جاءوك من جهة كذا، حتى تكاثروا عليه وأحاطوا به. فقالت ابنته وهذا الله يحاط بأبي وليس له ناصر يستعين به. فجعل يدير سيفا وهو يقول أقسم لو يفسح لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري. قال الراوي فما زالوا به حتى أخذوه، ثم حمل فأدخل على ابن زياد، فلما رآه قال الحمد لله الذي أخزاك. فقال له عبد الله بن عفيف يا عدو الله وبماذا أخزاني؟ والله لو فرج لي عن بصري ضاق عليك موردي ومصدري. فقال ابن زياد يا عدو الله ما تقول في عثمان بن عفان؟ فقال يا عبد بني علاج يا ابن مرجانة، وشتمه ما أنت وعثمان أساء أو أحسن وأصلح أم أفسد؟ والله تبارك وتعالى ولي خلقه يقضي بينهم، ولكن سلني عن أبيك وعنك وعن يزيد وأبيه. فقال ابن زياد والله لا سألتك عن شيء أو تذوق الموت غصة بعد غصة. فقال عبد الله بن عفيف الحمد لله رب العالمين، أما إني قد كنت أسأل الله ربي
أن يرزقني الشهادة من قبل أن تلدك أمك، وسألت الله أن يجعل ذلك على يدي ألعن خلقه وأبغضهم إليه. فلما كف بصري يئست من الشهادة، والآن فالحمد لله الذي رزقنيها بعد الياس منها، وعرفني الإجابة منه في قديم دعائي. فقال ابن زياد: اضربوا عنقه، فضربت عنقه وصلب في السبخة. قال الراوي: وكتب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بقتل الحسين عليه السلام وخبر آل بيته. فلما وصل كتاب عبيد الله بن زياد إلى يزيد ووقف عليه، أعاد الجواب إليه يأمره فيه بحمل رأس الحسين ورؤوس من قتل معه، وبحمل أثقاله ونسائه وعياله. قال ابن الجوزي: فسار القوم بهم، وكلما نزلوا منزلا أخرجوا الرأس من الصندوق الذي أعدوه له، فوضعوه على رمح وحرسوه طول الليل إلى وقت الرحيل، ثم يعيدوه إلى الصندوق ويرحلوا. فنزلوا بعض المنازل، وفي ذلك المنزل دير فيه راهب، فأخرجوا الرأس على عادتهم ووضعوه على الرمح، وحرسه الحرس على عادته، وأسندوا الرمح إلى دير النصراني. فلما كان نصف الليل رأى الراهب نورا من مكان الرأس إلى عنان السماء، فأشرف على القوم وقال: من أنتم؟ قالوا: نحن أصحاب ابن زياد. قال: وهذا رأس من؟ قالوا: هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب بن فاطمة بنت رسول الله. قال: هذا رأس ابن بنت نبيكم. قالوا: نعم. قال: بئس القوم أنتم، لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا. ثم قال: هل لكم في شيء؟ قالوا: وما هو؟ قال: عندي 10,000 درهم تأخذونها وتعطون الرأس يكون عندي تمام الليل، وإذا رحلتم تأخذوه. قالوا: وما يضرنا؟ فناولوه الرأس وناولهم الدراهم، فأخذه الراهب فغسله وطيبه وتركه عنده، فجعله على فخذه وجلس يبكي الليل كله. فلما أسفر الصبح قال: يا رأس، لا أملك إلا نفسي، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن جدك محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أنني مولاك. ثم خرج من الدار وما فيه، وصار يخدم أهل البيت عليهم السلام. ثم سار القوم برأس الحسين والأسرى من رجاله. فلما قربوا من دمشق دنت أم كلثوم من شمر، وكان من جملتهم، فقالت له: لي إليك حاجة. قال: ما حاجتك يا ابنة علي؟ قالت: إذا دخلت بنا البلد فاحملنا في طريق قليل النظارة، وتقدم إليهم أن يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل وينحونا عنها، فقد خزينا من كثرة النظر إلينا ونحن في هذه الحال. فأمر في جواب سؤالها
أن يجعلوا الرؤوس على الرماح في أوساط المحامل بغيا منه وكفرا، وسلك بهم بين النظار على تلك الصفة حتى أتى بهم باب دمشق، فوقفوا على درج باب المسجد الجامع حيث يقام السبي، وذلك في اليوم الأول من شهر صفر. قال الراوي: وجاء شيخ ودنا من نساء الحسين وعياله عليه السلام وعياله وهم في ذلك الموضع، فقال: الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد من رجالكم وأمكن أمير المؤمنين منكم. فقال له علي بن الحسين: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل عرفت هذه الآية؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الشيخ: نعم، قد قرأت ذلك. فقال علي عليه السلام: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت في بني إسرائيل وآت ذا القربى حقا؟ فقال الشيخ: قد قرأت. فقال علي بن الحسين: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى. قال: نعم. فقال له علي بن الحسين: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الشيخ: قد قرأت ذلك. فقال علي عليه السلام: فنحن أهل البيت الذي خصنا الله بآية التطهير. فبقي الشيخ ساكتا نادما على ما تكلم به، والتفت إلى زين العابدين وقال: بالله عليك أنتم هم؟ فقال الإمام: إنا لنحن هم من غير شك وحق جدنا رسول الله، إنا لنحن هم. فبكى الشيخ ورمى عمامته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنا نبرأ إليك من عدو آل محمد من جن وإنس. ثم قال: هل لي من توبة؟ قال: نعم، إن تبت تاب الله عليك وأنت معنا. فقال: أنا تائب. فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل. قال سهل بن سعد الساعدي: خرجت إلى بيت المقدس حتى توسطت الشام، فإذا أنا بمدينة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار، وقد علقوا الستور والحجب والديباج وهم فرحون مستبشرون، وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول. فقلت في نفسي: ألأهل الشام عيد لا نعرفه نحن؟ فرأيت قوما يتحدثون فقلت: يا قوم، لكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟ قالوا: يا شيخ نراك غريبا. فقلت: أنا سهل بن سعد، قد رأيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: يا سهل، ما أعجبك؟ السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها. قلت: ولماذا؟ قالوا: هذا رأس الحسين عترة محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
يهدى من أرض العراق. فقلت وعجبا يهدى رأس الحسين والناس يفرحون. فقلت من أي باب يدخل؟ فأشاروا إلى باب الساعات. فبينا أنا كذلك فرأيت الرايات يتلو بعضها بعضا، فإذا نحن بفارس بيده لواء منزوع السنان عليه رأس من أشبه الناس وجها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ورائه نسوة على جمال بغير وطاء. فدنوت من أولاهن فقلت يا جارية من أنت؟ فقالت أنا سكينة بنت الحسين. فقلت ألك حاجة إلي؟ فأنا سهل بن سعد ممن رأى جدك رسول الله وسمعت حديثه. قالت يا سهل قل لصاحب هذا الرأس أن يقدم الرأس أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله. قال سهل فدنوت من صاحب الرأس فقلت له هل لك أن تقضي حاجتي وتأخذ مني 400 دينار؟ قال وما هي؟ قلت تقدم الرأس أمام الحرم. ففعل ذلك ودفعت إليه ما وعدته. قال الزهري لما جاءت الرؤوس كان يزيد في منظرة له على جيرون فأنشد لنفسه وقد سمع غرابا ينعب. لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيرون نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح فلقد قضيت من الغريم ديوني. ثم أدخل ثقل الحسين عليه السلام مع نسائه ومن تخلف من أهل بيته في الحبال. فلما وقفوا بين يديه وهم على تلك الحال قال له علي بن الحسين عليه السلام أنشدك الله يا يزيد ما ظنك برسول الله لو رآنا على هذه الحالة والصف. فأمر يزيد بالحبال فقطعايات ثم دعا بمبرد وجعل يبرد الجامعة عن عنق الإمام زين العابدين. فلما رفعوا الجامعة عن عنقه سالت الدماء من رقبته. ولما نظرت بنت علي إلى حالته نايادت خويا بس العليل الظل شريده يصفيج وسف يا حسين بيده وصيح ابويا اليوم اريده. قال ابن الأثير في الكامل ونظر رجل شامي إلى فاطمة بنت الحسين فقال ليزيد هب لي هذه الجارية. قالت فاطمة فارتعدت وظننت أن ذلك جائز عندهم فأخذت بثياب عمتي زينب وقلت يا عمتاه أوتمت وأستخدم بعد والدي أبي عبد الله. وكانت عمتي تعلم أن ذلك لا يكون فقالت عمتي لا حبا ولا كرامة لهذا الفاسق. وقلت للشامي وقالت للشامي كذبت والله ولأم والله ما ذاك لك ولا لأميرك يزيد
فغضب يزيد وقال كذبت إن ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت زينب كلا والله ما جعل الله لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. فاستشاط يزيد غضبا وقال إياي تستقبلين بهذا الكلام؟ إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت بدين الله ودين أبي ودين أخي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما. قال كذبت يا عدوة الله. قالت أنت أمير تشتم ظالما وتقهر بسلطانك. فكأنه استحيا وسكت. فأعاد الشامي قائلا هب لي هذه الجارية. فقال له يزيد اعزب وهب الله لك حتفا قاضيا وموتا عاجلا. أعرفتها؟ قال لا. قال هذه فاطمة بنت الحسين. الحسين بن فاطمة بنت رسول الله. فلما سمع الشامي بذلك قام وقال يزيد قبحك الله والله ما ظننت إلا أن هؤلاء من الترك أو الكابل تقتل ذرية رسول الله وتزعم أنهم خوارج. فلما سمع يزيد ذلك غضب من كلام الشامي فأمر به أن يقتل فقتل رضوان الله عليه. ودعا يزيد برأس الحسين ووضعه أمامه في طشت من ذهب وكانت النساء خلفه. فقامت سكينة وفاطمة يتطاولان النظر إليه ويزيد يستر عنهما. فلما رأينه طرخن بالبكاء. ثم أذن يزيد للناس إذنا عاما أن يدخلوا. وأخذ يزيد مخطرته وجعل ينكت ثغر الحسين ويقول يوم بيوم بدر. وأنشد أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت قواضب في أيماننا تقطر الدماء نفلقها من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. فقال يحيى بن الحكم أخو مروان وكان جالسا عنده لهام بجنب النهر أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغلي سمية أمسى نسلها عدد الحصى وليس لآل المصطفى اليوم من نسلي. فضربه يزيد على صدره وقال اسكت لا أم لك. وأما العقيل زينب فإنها لما رأته أهوت إلى جيبها فشقته ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب يا حسينا يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومنها يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء خويا يا عسان ابتسل واروح ويا أولا شفتي مخضوب بدمايا يا كول اشوف الرجس يضرب ثنايا يا ريف اليتامى لا عدمناك ويا لي هضمنا يا ما جرى على حد وشافا يا بربين العدو جرحا وشافا يا على راس سبط العاب وشافا
بحامي ثم جعل يزيد يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل لست من خند فإن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزايا فبيناه ويترنم بأبياته وإذا بصوت العقيل يصك مسامعه إذ لم تسمع أحدا يرد على يزيد بن معاوية فقامت وقالت زينب سلام الله عليها الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله أجمعين صدق الله سبحانه حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسرى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوثقة والأمور لك متسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فما لمه لا تطش جالا أنسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المنايل والمناقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي وكيف ترتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك وقد نكات القرح واستاصلت الشعف بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونجوم الأرض من آل عبد المطلب وتهتف بأشياخ زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت ما فعلت اللهم خذ لنا بحقنا
وانتقم ممن ظلمنا، واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. فوالله ما فريت إلا جلدك، ولا حدثت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا، بحزب الشيطان الطلقاء. فهذه الأيدي تنطف من دمائنا، والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل، وتعفرها أمهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. وإلى الله المشتكى وعليه المعول، فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك. فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أمدنا. وهل رأيك ولا ترحض عنك عارا، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فالحمد لله رب العالمين، الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة، ولآخرنا بالشهادة والرحمة. ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد، ويحسن علينا الخلافة، إنه رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فقال لها يزيد: يا صيحة تحمد من صوائحي، ما أهون الموت على النوايح. والتفت رجل نصراني وهو رسول قيصر إلى يزيد وقال: إن عندنا في بعض الجزائر حافر حمار عيسى، ونحن نحج إليه في كل عام من الأقطار، ونهدي إليه النذور ونعظمه كما تعظمون كتبكم، فأشهد أنكم على باطل. فأغضب يزيد هذا القول وأمر بقتله، فقام إلى الرأس وقبله وتشهد الشهادتين، ثم أخرج الرأس من المجلس وطلبه على باب القصر 3 أيام. فسمعت هند بنت عمرو بذلك زوجة يزيد، جاءت وهي بأية حالة حاسرة عن رأسها حافية القدمين إلى مجلس يزيد مهتوكة الحجاب، وهي تقول: يزيد رأس ابن بنت رسول الله على باب دارنا. فقام إليها يزيد وغطاها وقال لها: اعولي عليه يا هند
فإنه صريخة بني هاشم. عجل عليه ابن زياد. ثم جاء يزيد بن معاوية إلى المسجد، وأمر الخطيب أن يصعد المنبر وينال من علي والحسين بمحضر علي بن الحسين. ففعل الخطيب ذلك، فصاح علي بن الحسين: ويلك أيها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوى مقعدك من النار. ثم قال علي بن الحسين ليزيد: أتأذن لي حتى أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلام لله فيه رضا، ولهؤلاء الجلساء فيه أجر وثواب؟ فأبى يزيد، فألح عليه الناس فأذن له بعد كلام يطول بيانه. من جملته قال: إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. فقيل له: وما قدر ما يحسن هذا؟ فقال: إنه من آل بيت قد زقوا العلم زقا. قال: فلم يزالوا به حتى أذن له، فصعد فخطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب، فقال: سلام الله عليك، الحمد لله الذي لا بداية له، والدائم الذي لا نفاد له، والأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخرية له، والباقي بعد فناء الخلق. قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال. قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان. أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم. أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات لا بد لكم من اللحوق بهم، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال. فكأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرحين غير مسرورين. فكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فهم في منازل البلوى همود، وفي عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزى الذين أساءوا السوء وليجزى الذين أحسنوا بالحسنى. أيها الناس أعطينا 6 وفضلنا ب7: أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة النساء، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني
أنباته بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن خير من اعتذر وارتدى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وزين العابدين وأكبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين والمجاهد أعدائه الناصبين وأفخر من مشى من قريش أجمعين وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين وأول السابقين وقاصم المعتدين ومبيد المشركين وسام من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه سمح سخي بهي بهلول ذكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن واقتربت الأعن طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنا ابن عديمات العيوب أنا ابن نقيات الجيوب أنا ابن خديجة الكبرى أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن سيدة النساء ثم أبكى العيون بهذه الكلمات فقال أنا ابن المذبوح بكربلاء أنا ابن من رأسه على السنان يهدى أنا ابن من حرمه من كربلاء إلى الشام تسبى فلم يزل يقول أنا حتى ضج الناس بالبكاء والعويل فخاف يزيد من وقوع الفتنة قال للمؤذن أذن ليقطع عليه كلامه فلما قال المؤذن الله أكبر قال الإمام زين العابدين كبرت كبيرا لا يقاس ولا شيء أكبر من الله فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله
قال زين العابدين شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي وعظمي وجلدي ومخي. فلما قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله التفت إليه زين العابدين وهو بعد على المنبر وقال يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت وأثمت، وإن زعمت أنه جدي فلم قتلت ذريته وسبيت نساء. فنزل الإمام زين العابدين من على المنبر هذا وقد تفرق من كان في المسجد والتفوا حول الإمام زين العابدين. يقول المنهال فجئت إلى مسلما عليه فقلت له سيدي يا ابن رسول الله كيف أمسيت؟ قال أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأمسينا معشر أهل بيته مقتولين مشردين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال المنهال وبينا يكلمني إذ امرأة خرجت خلفه تقول إلى أين يا نعم الخلف؟ فتركني وأسرع إليها فسألت عنها قيل هذه عمته زينب. ولما خشي يزيد الفتنة وانقلاب الأمر عليه عجل بإخراج الإمام زين العابدين والعيال من الشام إلى وطنهم ومقرهم ومكنهم مما يريدون. وأمر النعمان بن بشير وجماعة معهم أن يسيروا معهم إلى المدينة مع الرفق. ولما عرف زين العابدين الموافق من يزيد طلب منه الرؤوس كلها ليدفنها في محلها، فلم يتباعد يزيد عن رغبته فدفع إليه رأس الحسين مع رؤوس أهل بيته وصحبه فألحقها بالأبدان كما في حبيب السير. يقول الراوي فلما ساروا من الشام قاصدين إلى المدينة جعلوا طريقهم على أرض العراق. فلما قاربوا كربلاء قالوا للدليل مر بنا على طريق كربلاء. فلما وصلوا إلى موضع المصرع وجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم ورجالا من آل الرسول قد وردوا لزيارة قبر الحسين فتوافوا في وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم وأقاموا الماتم. واجتمع عليهم أهل ذلك السواد وأقاموا على ذلك أياما. عن عطية العوفي قال خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه زائرا قبر الحسين بن علي. فلما وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ثم اتزر بإزار وارتدى بآخر ثم فتح صرة فيها سعد فنثرها على بدنه ثم لم يخط خطوة إلا ذكر الله تعالى حتى دنا من القبر إياه
فخر على القبر مغشيا عليه، فرججت عليه شيئا من الماء، فلما أفاق قال يا حسين ثلاثة، ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه، ثم قال وأنى لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجه وفرق بين بدنك وراسك، أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد المؤمنين وابن حليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة النساء، وما لك لا تكون هكذا وقد غلتك وكف سيد المرسلين، وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شك في حياتك، فعليك سلام الله ورضوانه، وأشهد أنك مضيت على ما مضى على أخوك يحيى بن زكريا. ثم جعل ببصره حول القبر وقال السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برعله، أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين، والذي بعث محمدا بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. فقال له عطية كيف ولم نهبط واديا ولم نعل جبلا ولم نضرب بسيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأتمت أولادهم وأرملت الأزواج. فقال لي يا عطية سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. قال عطية فبينا نحن كذلك وإذا بسواد قد طلع علينا من ناحية الشام، فقلت يا جابر هذا سواد قد طلع علينا من ناحية الشام. فقال جابر لعبده انطلق إلى ذاك السواد واتنا بخبره، فإن كان من أصحاب عمر بن سعد فارجع إلينا لعلنا نلجأ إلى ملجأ، وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله. فمضى العبد فما كان بأسرع من أن رجع وهو يقول يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله، هذا زين العابدين قد جاء بعماته وأخواته. فقام جابر يمشي حافي الأقدام مكشوف الرأس إلى آية دنا من زين العابدين. فقال الإمام أنت جابر؟ فقال نعم يا ابن رسول الله. فقال يا جابر ها هنا والله قتلت رجالنا وذبحت أطفالنا وسبيت نساؤنا وحرقت خيامنا وأما العقيل لما نظرت إلى بني أسد ونسائهم نادت يا نازلين بكربلاء عندكم، يا نازلين بكربلاء عندكم، خبر
خبر بقتلنا وما أعلمها، ما حال جثة ميت في أرضكم، بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. ثم جاءت إلى قبر أخيها بعبد الله، نادت خويا جيتك وجبت الراس وياك من السبي، وكانت بسلواي وخويا تقعد يا عز وجلعة حماي. أنا وبنات رسول الله تنتقل من قبر أبي عبد الله إلى قبر أبي الفاضل. بقى أهل البيت 3 أيام في أرض كربلاء، وبعد 3 توجهوا إلى المدينة قاصدين الرجوع إليها. فلما قاربوا المدينة التفت الإمام زين العابدين إلى بشر بن حذلم وقال له: يا بشر رحم الله أباك، فلقد كان شاعرا، فهل تقدر على شيء منه؟ فقال: بلى يا ابن رسول الله إني لشاعر. فقال عليه السلام: ادخل المدينة وانعى الحسين عليه السلام. قال بشير: فركبت فرسي وركبت حتى دخلت المدينة، فلما بلغت مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفعت صوتي بالبكاء وأنشايات: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأعيني مدرار، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرجون، والرأس منه على القنايات يدار. ثم قال: هذا علي بن الحسين مع عماته وأخواته، قد حلوا بساحتكم ونزلوا ببنائكم، وأنا رسوله إليكم أعرفكم مكانه. قال: فما بقيت في المدينة مخدرة ولا محجبة إلا وبرزت من خدرها ضاربة وجهها داعية بالويل والثبور، فلم أر باكيا أكثر من ذلك اليوم، ولا يوما أمر على المسلمين مين. وأما بنات رسول الله جئنا إلى دار أبي عبد الله، صاحت صوت يا فقد الأحباب، والله شموح يا دار الأطياب، بهالحال نصيح ورا الباب. أنا معباس جيت جلات فترين، بجيت زينب وصاحت تلقنا، بالله ويا يقوم نساعدنا، ثم البنين الراح منه صنادي دربعة وبالحرب نفلين، مدينة جدنا لا تقبلنا، فبالحسرات
والأحزان جينا خرجنا من كبل أهلنا جمعايا رجعنا لا رجال ولا يا بنينا إلهنا نسألك وندعوك